اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا ريت لو أول مرة تشوفوا القناة تنزلوا تشتركوا من الزر الأحمر تحت الفيديو وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. النهارده بقى يعني روتين خفيف كده وحتى كمان كان اليوم خفيف. هنعمل حاجات خفيفة خالص في الفيديو، مش هنعمل حاجات كتيرة. هعمل أوضة الأطفال. كانت مفعكشة وشكلها مش لطيف كده، فقُلت أطلّع بقى اللحافة شوية في الشمس. وزي ما أنتم شايفين ولادي كل مكان بيمشوا فيه أو بيكونوا قاعدين فيه لازم الحاجات اللي هُم بياكلوها دي حواليهم كده، فكل مكان بيقعدوا فيه لازم البهدلة دي، بسبب بقى البسكوت والشيبسي والحاجات اللي هُم بياكلوها. المهم هنطلّع بقى اللحافة في الشمس شوية، كان الجو حلو. هنا مش الصبح لإن أنا ما باصحاش بدري. هنا كان قبل العصر بحاجات بسيطة، يعني كان الساعة حوالي 14:00. بس كان الشمس كانت حلوة يعني والجو كان حلو، فقُلت أطلّع اللحافة شوية برّه في الشمس كده لمّا أخلّص بس الأوضة أنضّفها وكده وأدخّلهم على طول. مش هاسيبهم يعني. لإن ما كانش في شمس، لو أنتم واخدين بالكم ما كانش في شمس جامدة، يعني بتيجي وبتروح. هاطلّع بقى والفرش كمان مش هاشيله، لإن الفرش أنا يعني فرشاه ما كمّلتش يومين ولا حاجة، فمش هاشيله، هانفّض بس مكان ما الولاد كانوا قاعدين بياكلوا بسكوت، شيبسي، حاجات من دي على السرير. الفتافيت اللي بتنزل في كل مكان دي، فهانضّف بس الأوض، هانضّف بس قصدي السراير، وخلاص على كده مش هاشيل الفرش. زي ما أنتم شايفين الأوضة نضيفة وما فيهاش أي حاجة، بس هي بس عايزة تتروّق ترويقة بسيطة خفيفة كده، اللي إحنا بنعمله على طول يعني، اللي هو الروتين السريع بسرعة أوي ده. والنهارده برضه كان اليوم دوّة كان يوم الخميس، كان يوم عيد ميلاد جوزي. حبيت إن أنا أعمل شوية حاجات بسيطة كده في النهار يعني، بحيث إن أنا أبقى بالليل يعني فاضية بقى وقاعدة وكده عشان أعرف أعمل له الاحتفال وأحتفل بيه وأعملها له مفاجأة، هو ما كانش يعرف كمان إن أنا عاملة له حاجة يعني، كنت عاملاها له مفاجأة. هنا كده بقى قُلت بقى أنضّف هانفّض بقى السراير زي ما أنتم شايفين كده من أي حاجة كانت عليها. وهي مش عليها حاجات برضه كتيرة يعني. لإن الولاد أنا كنت حاطة لهم سلة وكده، فأي حاجة بياكلوها كانوا بيحطوا في السلة يعني، أي ورق، أي حاجة بتبقى معاهم في إيديهم بتبقى يحطوها في السلة. بس بيعملوا فتافيت بقى، بسكوت، الحاجات اللي هي ما بتطلعش دي. هنا نفّضت كده بقى السراير، أنا كنت هاجي ألمّع والله نسيت خالص، قُلت لأ أنا لازم أكنس الأول قبل ما ألمّع، ده اللي أنتم متعودين عليه منّي يعني. وده اللي المفروض أي حد يعمله، إن إحنا خطوة إن إحنا نلمّع الفرش دي بتبقى آخر خطوة خالص، بحيث إن إحنا كنا خلّصنا كل حاجة بدل ما نيجي نلمّع وبعدين نكنس ونطلّع بقى الأتربة والحاجات دي على الفرش تاني. هنا كده بقى خلّصت كنست وشِلت الكنسة وكده، وبعدين جِبت الملمّع بتاع الخشب، وقُلت بقى ألمّع كل الخشب الموجودة عندي في الأوضة. زي ما أنتم شايفين كده هالمّع كل حاجة موجودة، التابلو، الأباجورة، أي حاجة موجودة عندي في الأوضة هالمّعها. أنا باحب أعمل الخطوة بتاعة التلميع دي بصراحة، لإن باحس إن كل الوقت الحاجة متطربة يعني. وبالذات لمّا أنتِ يكون مثلًا بقى لِك يومين أو 3 أيام ما دخلتيش الأوضة، أو مثلًا بتنضّفي بس ما بتلمّعيش، فأنا باحب لمّا أكون بقى اللي هو أنا متحمسة أوي كده وشايفة بقى إيه ده! لأ، شكله مش عاجبني، لأ أنا هاقوم ألمّعه دلوقتي، فهو بجد أنا باحب الخطوة دي بس مش على طول بصراحة. مثلًا يومين 3 يعني أنا فارشة الفرش دوّة لمّا مثلًا جيت فرشته وكده، أنا ما لمّعتش، كان كان يعني الموبيليا بتاعتي كان شكلها كويس، ما كانش عليها عفار ولا كده. قُلت بقى المرّة دي بما إني بقى هاصوّر معاكم كده قُلت بقى إيه ألمّع المرّة دي، لإني أنا مش هاشيل فرش ولا أي حاجة. الفرش نضيف وأنا لسه فرشاه يعني ما كمّلتش يومين، ده تاني يوم والله أنا كنت فرشاه يعني. هنا كده كان عندي شوية هدوم، غسيل محترم يعني، أنا ما بابطّلش طبعًا أغسل، 24 ساعة بنغسل، لا بنطبّق لا بننشّر، الحاجات دي ما بنعملش حاجة غيرها.
وأنا باكره جدًا، جدًا، جدًا يعني كريهة على قلبي أوي إن أنا أقعد أطبّق، ما باحبش التطبيق. لو خدتوا بالكم أنا ما باعرفش أطبّق أصلًا، أنا باعمل أي حاجة في أي حاجة وخلاص، ما باعرفش، فما باحبوش بصراحة. وأوقات بابقى أسيب الهدوم زي ما هي والله العظيم مش هاتكسف منكم. أوقات بجد باسيب الهدوم زي ما هي في الثبات بتاع الهدوم. لمّا بالمّهم من على الحبل وكده ممكن أسيبهم. نقعد بقى أي حد محتاج أي حاجة يجيب من الثبت. وأوقات تانية يعني باجي على نفسي وأطبّق وأحط. وأوقات تانية خالص، خالص يعني بارمي في الدولاب وخلاص. عشان أنا ما باحبوش، يعني أنا لو باحبه كده وليّا مزاج في التطبيق أو باطبّق كويس. فأكيد كنت كل 24 ساعة هانزّل الدولاب وأطبّق، هانزّل الدولاب وأطبّق. بس أنا ما باحبوش وما باعرفش أطبّق. هنا كده بعد ما خلّصت خالص، هاروح بقى أجيب بقى اللحافة تاني من البلكونة. كده أنا كنت خلّصت كل حاجة يعني ما كانش في حاجة تانية تتعمل في الأوضة. وهاطبّقهم بقى ونحطهم على السرير وكده الأوضة بقت زي الفل ما فيهاش أي حاجة. وزي ما أنتم شايفين برضه الحيط عندي زي العسل ما فيهوش أي حاجة، جميل يعني. أنا يعني لمّا باخد بالي إن في حاجة أو إيد من إيد ولادي يعني مطبّقة على الحيطة أو على الفرش أو أي حاجة. لإن لو أنتم خدتوا بالكم الأوضة كلّها، كلّها بيضة في بيضة. يعني الحيطان بيضة، الأوضة بيضة، كل حاجة فيها بيضة. فاللون الأبيض دوّة صعب بقى إنه أقل حاجة وأنا عندي أطفال طبعًا. فأقل حاجة تبقى في إيديهم بياكلوا شوكولاتة، بياكلوا أي حاجة وإيديهم طبّعت على الحيطة. فالطبعة دي أنتِ لو ما خدتيش بالِك منها ممكن تعلّم على الحيط وتبقى صعب جدًا إن أنتِ تيجي تشيليها. يعني هتبقى صعبة عليكِ أنتِ كده فيما بعد يعني. بس أنا الحمد لله باخد بالي على طول. فبحيث إن الحمد لله يعني بتتشال معايا بسرعة وما بتطبّعش في الحيطة. آخر خطوة كده هاعملها هارُش بقى المُعطِّر بتاعي وهاسيب الأوضة زي الفل. زي ما أنتم شايفين كده. وأنا كمان غيّرت السجاد بتاعها. الأوضة ما كانش فيها سجاد أو السجاد بتاعها كان قديم. أنا جِبت السجاد بتاع أوضة النوم حطيته هنا، لإني غيّرت نظام أوضة النوم يعني. هتشوفوه معايا إن شاء الله في فيديوهات تانية. هنا كده ده كان عيد ميلاد جوزي، ربنا يخلّيه لنا ويفضل منوّر الدنيا علينا يا رب. في جملة شهيرة كده بتقول كفاية حِس في البيت. دي جملة حقيقية جدًا. لإن فعلًا وجود الزوج أو الأب حتى لو ما بيعملوش أي حاجة بس وجودهم بيحسّسكم بالأمان. خلّينا نتّفق إن وجود راجل البيت جنب مراته وولاده بيحميهم. بيحسّسهم بجد إن في ضهر، إن في سَنَد. فعلًا دي واحدة من أهم النِّعَم اللي ممكن ربنا ينعم بيها على أي بيت. ربنا يخلّي زواجنا وأبنائنا ويجمّع شمل كل مشتاق، اللهم آمين يا رب. يالّا لو وصلتوا معايا لآخر الفيديو ما تنسيش تحطّي لي لايك وكومنت حلو عشان يشجعني إني أكمّل إن شاء الله في القناة. وشيّروا لي الفيديو، مش هتخسروا أي حاجة. يالّا حبايب قلبي مع ألف سلامة ونتقابل في فيديوهات أحلى وأجمل إن شاء الله. مع السلامة.